في معدن واحد بس في التاريخ البشر اتفقوا عليه من آلاف السنين ان هو المال الحقيقي. لا حروب وقفته ولا انهيار دول اثر فيه ولا تضخم قدر يكسره. الذهب في منطقتنا العربية. الذهب مش بس زي ما بيقولوا زينة وخزينة، ده جزء من امان كل بيت. لكن السؤال اللي بيحير كل الناس وقت الازمات، هل الذهب لسه غالي؟ هل فات الاوان ان نشتري؟ وازاي في ناس بتشتري ذهب وبتحقق منه ارباح خرافية، وناس تانية بتشتريه وبتحس ان فلوسها مركونة؟ النهاردة هنفك شفرة المعدن الاصفر، وهنعرف ليه البنوك المركزية في العالم كله بتجري تلم الذهب دلوقتي بالذات. جاهزين تعرفوا ازاي الذهب بيكون درع ليك وسيف في وش الازمات؟ اول حاجة لازم نعرفها هي ان الذهب مش استثمار بيولد فلوس زي العقار اللي بيتأجر او السهم اللي بيوزع ارباح. الذهب وظيفته الاساسية هي حفظ القدرة الشرائية. يعني ايه؟ تخيلوا معايا من 100 سنة كان جرام الذهب بيشتري كمية معينة من القمح. النهاردة نفس الجرام لسه بيشتري تقريبا نفس الكمية من القمح، لكن الورق اللي في جيبنا سواء كان جنيه او ريال او حتى دولار قيمته بتقل كل يوم. الذهب هو المرساة اللي بتخلي سفينة مدخراتك ثابتة وسط امواج التضخم العالي. تعال ناخد مثال واقعي. في لبنان وسوريا ومصر في السنين الأخيرة لما العملات المحلية واجهت تحديات كبيرة، الناس كانت شايلة الذهب في بيوتها وقدرت تحافظ على مستوى معيشتها. اللي كان معاه 100 جرام ذهب فضل معاه نفس القوة الشرائية، بس اللي كان شايل فلوس الورق وقتها في البنك لقى قيمتها نزلت ل 10% أو أقل من قيمتها الأصلية. الذهب مش بيكسب، الذهب بيحمي من الخسارة، وده في حد ذاته أكبر مكسب وقت الأزمة. إزاي تشتري ذهب صح؟ أكبر غلطة بيقع فيها الناس هم إنهم بيشتروا مشغولات ذهبية زي غوايش وسلاسل وخواتم بهدف الاستثمار، ودي غلطة بتضيع عليك جزء كبير من مكسبك. ليه؟ لأن المشغولات دي عليها حاجة اسمها مصنعية وضريبة عالية، وبمجرد ما تخرج من المحل وتيجي تبيع بتخسر المصنعية دي فورا. القاعدة الذهبية للاستثمار هي السبائك عيار 24، ودي ذهب صافي ومصنعيتها قليلة جدا، وبتاخد جزء من المصنعية دي كاش باك لما بتيجي تبيعها بالغلاف بتاعها. وفي كمان الجنيهات الذهب، ودي ممتازة للمبالغ المتوسطة وسهلة في البيع والشراء ومصنعيتها معروفة وثابتة. وفي كمان صناديق استثمار الذهب، ودي تكنولوجيا جديدة في منطقتنا. تقدر تشتري ذهب رقمي عن طريق تطبيقات الاستثمار الموثوقة. الميزة هنا مش انك بتشيل وتخزن ولا الخوف من السرقة، دي بتقدر تشتري بمبالغ صغيرة جدا حتى ب 100 جنيه أو 10 دولار. وفي مصر في منطقتنا العربية في ابليكيشنز كتيرة معتمدة بتقدر تعتمد الطريقة دي، ومن خلالها تقدر تبيع وتشتري بمبالغ صغيرة. تعالوا اديكم مثال من الصين والهند، وهم دول أكتر مستهلكين للذهب في العالم. مش بيشتروه علشان يلبسوه بس، الأسر هناك بتعتبر إن الذهب تأمين اجتماعي. لما بيحصل أي أزمة زراعية أو اقتصادية الذهب هو اللي بيسندهم. وإحنا في منطقتنا العربية محتاجين نتبنى نفس العقلية دي. الذهب جزء أساسي من المحفظة الاستثمارية، مش مجرد اكسسوار. سؤال المليون، اشتري دلوقتي ولا استنى لما ينزل؟ الإجابة محدش يعرف القاع فين. الذهب متقلب جدا على المدى القصير بس صاعد دايما على المدى الطويل. علشان كده المحترفين بيستخدموا استراتيجية دولار كوست افريجينج أو متوسط التكلفة. يعني ايه؟ يعني لو معاك مبلغ بلاش تحط كله النهارده في الذهب، قسم المبلغ على 4 أو 5 شهور. اشتري كل شهر بجزء ثابت. لو السعر غالي هتشتري جرامات أقل، ولو السعر نزل هتشتري جرامات أكبر. في النهاية هيكون معاك متوسط سعر ممتاز هيحميك من تقلبات السوق المفاجئة. تعالى اديكم مثال في الأزمة ما بين روسيا وأوكرانيا. أول ما الحرب بدأت الذهب طار لمستويات قياسية، الناس جريت اشترت في القمة في وقت اللي كانوا خايفين فيه. السعر نزل بيهم بعدها بشهور وزعلوا جدا، لكن اللي كان بيشتري بانتظام استفاد من الطلوع والنزول وعمل محفظة متوازنة. وفي النهاية الذهب مش سحر، هو أداة بيخليك تنام وانت مطمن ان تعبك وشقاك مش هيضيعوا بجرة قلم. ودايما خلي الذهب بيمثل من 10 ل 20% من إجمالي ثروتك، وده الصمام اللي هيخليك صامد في وش أي ريح. وفي التعليقات قولولي، هل جربت قبل كده تشتري ذهب وقت أزمة وحسيت إن فعلا نفعك ولا لسه متردد؟ في الفيديو الجاي هنروح لمنطقة القلب القوي، البورصة والأسهم، إزاي تمتلك حصة في أكبر شركات المنطقة بسعر التراب وقت الأزمة. أنا مرسى، ودي سلسلتنا عن الأزمات تصنع الثروة، ونتقابل في الفيديو الجاي. وحافظوا على مدخراتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد.